ازيك يا عزيزي الاهلاوي؟ مبروك الصداره ومبروك الثلاث نقط. وعشان نبداها كده من الاول، انا مش شايف ان احنا عملنا ماتش وحش او حتى ماتش متوسط. خليك معايا واحده واحده كده وهتفهم ليه احنا عملنا ماتش حلو قوي. لما بيبقى فيه انتقاد بننتقد، بس ماتش زي النهارده مستر كولر لعب على قد كل حاجه وخد احسن حاجه ممكنه. وعشان ما نضيعش وقت كتير يلا بينا ندخل في الحلقه. في البدايه كده لازم نتكلم شويه عن الظروف اللي قبل الماتش. اول حاجه، الاهلي مش احسن حاجه. اخر 4-5 ماتشات الاهلي بيمر بظروف سيئه جدا على كل الاصعده بقى، سواء اداره او في الملعب او حتى من بعض الجماهير. كلنا غلطانين، وكل ما الزمالك كان يضيع نقط كنت تضيع وراه نقط لحد ما سويته معاك في النقط. بالعكس كمان هو خد الصداره فرق اهداف. النقطه الثانيه ان انت الماتش ده عنق زجاجه، وحظك ان هو جه قدام فريق بيراميدز، فريق كويس جدا عنده لعيبه تقال جدا، والنادي اصلا معمول كيد في النادي الاهلي، وربع الفريق هناك لعيبه جايه من النادي الاهلي ومتنرفزه، وكان لازم ان النادي الاهلي ما يعملش اي نتيجه سلبيه حتى لو كانت تعادل. وبيراميدز طبعا شايف الحاله اللي فيها النادي الاهلي ومنع عينه ان هو يدوس اكتر. مش عايزين دوري ولا عايزين بطولات، عايزين نكسب النادي الاهلي وندوس عليه اكتر. النقطه الثالثه طبعا ان قطار نادي الزمالك توقف واتغلب في اسوان 2-1، وبالتالي انت محطوط عليك ضغط اكتر كلاعيبه نادي الاهلي ان الزمالك خسر اهو، مش هنرجع تاني بقى زي ماتش المقاولين ونضيع نقط من ايدينا، فلازم نكسب حتى التعادل مرفوض. فالظروف دي كلها كده شكلت ضغط كبير قوي على اللعيبه وعلى مجلس اداره النادي الاهلي وكمان على الجهاز الفني. وقبل ما نخش في تفاصيل الماتش لازم نقف عند مستر كولر شويه. الراجل ده معلومه يا جدعان، ده يعني مش حاجه كده تنبؤات، معلومه ان الراجل ده بيحب يتفرج على ماتشات كتير قوي. يعني الراجل ده بعد ما ماتش بيراميدز خلص اهو هيشوف النادي الاهلي هيلاعب مين الماتش الجاي، ويجيب ماتشاته كلها من اول ما الدوري بدا ويقعد يتفرج عليهم كلهم. هو كيفه كده، سواء في خطط قصاد منافسين او حتى في شراء لعيبه. فالراجل ده درس فريق بيراميدز في الدوري السنه دي، وكمان شاف ماتش الاهلي مع بيراميدز السنه اللي فاتت اما كنا بنلعبهم بسوارش. الماتش للاسف خسرناه 2-0، وكانت بدايه كسره سوارش، ودخلنا بعديه في الزمالك وخسرنا وربسنا بقى في الدوامه اللي انتوا عارفينها دي. لو نفتكر السنه اللي فاتت سواريش كان بادئ بدايه كويسه، وكنا متنبئين خير لما كسب فيوتشر 4-0، وقلنا بس النادي الاهلي راجع وبتاع. هوب قابل بيراميدز شلنا 2-0 بالغلطه اللي غلطها علي معلول لو تفتكروا. السبب في كده ان مستر سواريش نزل قصاد بيراميدز بيلعب ضغط عالي زي ما عمل مع فيوتشر، وطبعا لما لعب قصاد بيراميدز ضغط عالي لعبوا علينا الكلب الحيران. من اسوأ ماتشات الاهلي قصاد بيراميدز نتيجه واداء، وده لان كواليتي اللعيبه عند بيراميدز فعلا لعيبه كويسه، فيقدروا ينقلوا من رجل للتانيه ويقدروا يطلعوا عليك بالهجمه ويقدروا يضربوا كل خطوط دفاعك وتلاقي 6-3 مثلا. فكان اختيار مستر كولر ان انا مش هلعب كده، رغم ان النادي الاهلي مع كولر بيضغط ضغط عالي في معظم ماتشاته، الا ان الماتش النهارده ما كانش كده خالص. النقطة الثانية ان الراجل شايف كويس جدا بيراميدز السنة دي، وعارف ان اخطر لعيب عندهم فخري لقاي. فخري لقاي رغم ان هو لعيب قصير الا انه لعيب سريع جدا، وبيراميدز بيطلع عليه بشكل كويس جدا في الثروهات اللي بتخليه هو والجون، والراجل بصراحة الفينش بتاعه ممتاز. وعشان كده اتفاجئنا النهارده بالتشكيل للنادي الاهلي. النادي الاهلي اول مرة ما يلعبش 4-2-3-1، لعب 4-4-2، واول مره نلاقي ياسر ابراهيم في التشكيل الاساسي ومحمود متولي بره، رغم ان محمود متولي مش مصاب. والسبب في ده حاجتين. اول حاجه عارف ان الاستراتيجيه بتاعته في الماتش ده عكس الماتشات اللي فاتت، ان هو مش هيحاول يستحوذ وينقل كوره ويطلع على بيراميدز بهجمه حلوه، هو عايز يلعب على التحولات، وبالتالي انت مش محتاج بناء لعب من ورا. النقطه الثانيه والاهم ان انا لازم اوقف فخري لقاي باي طريقه، وفي الحاله دي انا محتاج مدافع غتت، مدافع صلب بلغه الكوره، ستوبر محترم. وطبعا في الحته دي ياسر يتفوق على متولي بمراحل. النقطه الثالثه والاهم ان ياسر ابراهيم اسرع شويه من محمود متولي. لو فخري لقاي كان لعب على محمود متولي وخدوا سباق سرعه ما كنتش هتشوف فخري لقاي. فانا من الاول محتاج اوقف فخري لقاي، ما يستلمش براحته، ما يلفش ويروح على الجون، ودي هيقدر يعملها ياسر. وحتى لو قدر يطلع منه يبقى في امل شويه ان انا الحقه بسرعه ياسر اللي احسن من محمود متولي الى حد ما. والصراحه ياسر ابراهيم ما كدبش خبر وعامل ماتش محترم جدا. يبقى انا بظروفي الحاليه مش هقدر العب ضغط عالي، وهتبع استراتيجيه الاندر دوج. خد يا عم تكيس الكوره عيش بيها يا باشا، ودي احسن حاجه تعملها في الظروف الحاليه، مش هتقدر تعمل اكتر من كده. ولكن نص الخطه الاولانيه كانت كويسه، ان بيراميدز ما قدرش يوصل كتير لمرمى الشناوي. يعني معلش كده كل الماتش على بعضه بيراميدز ايه اخطر هجمات عملها؟ الكره اللي في الشوط الثاني بتاعت كريم حافظ اللي شاطها بره، والكره اللي في الشوط الاول الفاول بتاع عبد الله السعيد اللي لعبها على البعيده الحمدي وحطها براسه لعلي جبر حطها فوق العارضه. فيما عدا ذلك بيراميدز مستحوذ على الكره بس، انما النادي الاهلي وصل اكتر بكتير جدا من بيراميدز. ده شادي حسين لوحده مضيع له 3 اجوان الشوط الاول، وكسبان انت 3-0. يعني عايز ايه تاني يا باشا؟ لعبنا وحش ازاي؟ النقطه بس اللي تقول ان النادي الاهلي
ما كانش كويس فيها، وده خارج عن ارادتنا كلها، ان التحولات عندنا كانت سيئه جدا. انت المفروض ان انت مقفل عشان تلعب على المرتدات، لكن للاسف انت ما عرفتش تعمل كده. نخش بقى في تكتيك كولر. اول حاجه يا باشا ان انت بتلعب 4-4-2، والطرفين اللي في نص الملعب اللي هم كريم فؤاد والناحيه الثانيه برونو سافيو المفروض ان هم مكلفين بادوار دفاعيه مع محمد هاني وعلي معلول. الحقيقه كريم فؤاد كان عامل شغل كويس جدا مع محمد هاني دفاعيا، وقافلين على جبهه عبد الله السعيد ورمضان صبحي بشكل ممتاز. بالعكس كمان كريم فؤاد كان بيدي اريحيه لمحمد هاني ان هو يطلع ويرفع لانه متامن، ومحمد هاني بصراحه عمل كام اوفر محترمين جدا الشوط الاول، ولكن ما لقيناش اللي يخلصهم. اما الناحيه الثانيه في جبهه علي معلول فدي كانت جبهه سيئه جدا دفاعيا، لان برونو سافيو انا مش عارف الراجل ده بعد تلت ساعه بيشطب بنزين، الراجل لا بيدافع ولا بيهاجم، وحاجه عجيبه جدا بصراحه. والحمد لله ان تركيز جونياس كان ناحيه الجبهه اللي فيها محمد هاني وكريم فؤاد، لانه لو كان ركز الجبهه الثانيه كنا شفنا حاجات مش لذيذه. حتى بعد ما كريم فؤاد اتصاب ونزل حسين الشحات كان في خلل كده في الحته دي، لان حسين الشحات ما كانش بيأدي الادوار الدفاعيه زي ما كان بيعملها كريم فؤاد، ولكن الموضوع ده اتظبط الشوط الثاني لما رجل حسين الشحات خدت على الملعب. النقطه الثانيه اللي ركز عليها مستر كولر وهو بلاتي توريه. بلاتي توريه واحد من اهم اللعيبه في بيراميدز، ان ما كانش هو الاهم. ان انت تطلع وتتدرج بالكوره، لعيب كواليتي عاليه جدا جدا، الكوره بتطلع من رجله مظبوطه دفاعيا وهجوميا، حاجه كده روعه. فكان في ادوار مكلفه لعمرو السوليه تحديدا ان الراجل ده ما يستلمش ويلف براحته، اول ما بيستلم الراجل ده بيحصل عليه ضغط. شوف يا باشا عمرو السوليه موجود فين عشان يمنع بلاتي توريه ان هو يطلع بالكوره براحته. النقطه الثالثه واتكلمنا عليها وهو فخري لقاي، وياسر ابراهيم كان ملتزم بيه تماما. حتى لما فخري لقاي بدأ ينزل يسقط في نص الملعب كان ياسر ابراهيم هو اللي في قفاه على طول، يا هعمل فاول يا هاخد منك الكوره. فاذا مستر كولر ذاكر كويس جدا بيراميدز. وبما ان احنا مش عارفين نعمل تحولات، ففي الدقيقه 18 ربنا يكرمنا كده لاجل ان احنا ذاكرنا شويه فريق بيراميدز وعندنا حماس وروح عكس الماتشات اللي فاتت، ونلاقي صاروخ من عمرو السوليه في منتصف الجبهه، حاجه كده ما شفناهاش بقالنا زمن مع النادي الاهلي. التسديد من بره ال 18 حلوه جدا من عمرو السوليه، وبنقول له الف الف سلامه على ليلى بنتك، ربنا يشفيها لك يا رب، عشان نبدا احنا نحط الضغط على بيراميدز. وزي ما قلنا كده الشوط الاول كله بيراميدز رغم ان هو ماسك الكوره، الا انه الحقيقه ما عملش خطوره غير الفاول اللي عبد الله السعيد عمله وعلي جبر ضيعه، وتسديده كده من رمضان صبحي يتعامل معاها الشناوي. فيما عدا ذلك مفيش يعني حاجه تذكر، ويخلص الشوط الاول 1-0 ويلا بينا على الشوط الثاني. مبدئيا كده الشوط الثاني لو حبيت اديله اسم هسميه هزهقك وهلدغ. هو بدا الراجل ان هو سحب شادي حسين اللي بصراحه ضيع كور سهله جدا ما تضيعش، ونزل محمد شريف. تخيل يا راجل يا طيب ان اول هجمه للنادي الاهلي في الدقيقه 70 من الشوط الثاني. انا ما بهاجمش بس مش هوصلك للجون، خد بقى الكره براحتك كده والعب في نص ملعبك او حتى في نص ملعبي، بس مش هتوصل لمحمد الشناوي. وفعلا في الدقيقه 70 يحط حسين الشحات كورنر محترم من ضربه ثابته، عشان نتكلم على الضربات الثابته تاني لمستر كولر، ما ده شغله يا جدعان. وعمرو السوليه يحطها ممتازه عشان يحط الهدف الثاني، ونخلص على فريق بيراميدز معنويا. ورغم ان احنا الشوط الثاني ما عملناش فرص كتير، لكن اتحدى اي واحد بيتفرج عليا دلوقتي ما كانش متاكد ان النادي الاهلي هيحط الجون الثالث. لو كنت متوقع الجون الثالث يا ريت تقول لي يا باشا. وسبحان الله الجون الثالث يجي في الوقت بدل الضايع، ويجي جون كفته كده اون جول من احمد سامي في نفسه، عشان توصل رساله ان انت ركز واعمل اللي عليك وهتكسب. انما هتتدلع وتتمرقع هتخسر قدام فرق اقل كتير جدا من بيراميدز. ويخلص الماتش 3-0، 3 اجوان ب3 نقط. ويلا بينا ندخل على الملاحظات. اول ملاحظه عندي وهو عيب واضح جدا في النادي الاهلي، وان انت مش قادر تلعب على التحولات. انت محتاج قدام فرق اقوى منك او في ظروف معينه ان انت تلعب على التحولات. عيب جدا فريق زي النادي الاهلي مش قادر يعملها. فرق صغيره جدا في الدوري عندنا بتعملها ولا اروع. نادي الزمالك نفسه بيعملها بشكل كويس. فلازم يبقى عندك تنوع في الاستراتيجيات بتاعتك، امتى تمتلك وامتى تستحوذ وامتى تضغط وامتى تدافع وتلعب على التحولات. لازم نعملها، وده طبعا مش هيحصل غير بصفقات جديده، لان الكواليتي اللي عندك مش عارفه تعمل الموضوع ده. مش عيب في كولر يعني. النقطه الثانيه وهي خاصه بعمرو السوليه، بعيدا عن الجونين اللي جابهم وهو واحد من نجوم اللقاء، الا ان عمرو السوليه هو الوحيد في الملعب اللي كان بيزعق ويضغط. ولما رمضان صبحي كان بيعمل فاولات كان بيروح عمرو السوليه يضغط على رمضان صبحي وعلى الحكم، وبيفوق اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، فتحسه كده قائد بالفطره. اتمنى عمرو السوليه بعد اللي اداه للنادي الاهلي يكون ليه دور في شرط الكابتن. النقطه الثالثه وهي خاصه بالتحكيم. النهارده رمضان صبحي اضعف في الايمان في انذار الشوط الاول وانذار الشوط الثاني وياخد طرد، ده اما كانش طرد مباشر، وفي فار وحكم نهائي كاس عالم وبتاع، وادينا شايفين القصه عامله ازاي. فرساله رمضان صبحي كده اهدى يا باشا، عشان انت مش هتوصل معانا لحاجه في الاخر.
النقطة الثالثة وهي خاصة بحسين الشحات، والكلام برضو ينطبق الى حد ما على ياسر ابراهيم. لعيبة ما كانوش موجودين في التشكيل نهائي، ما بياخدوش اي ماتش مع مستر كولر، لدرجة ان حسين الشحات كان بيطلع بره السكور ماتشات كتيره. دلوقتي حسين بتعتمد عليه تقريبا كل ماتش، وياسر ابراهيم بادئ اساسي على متولي. فدي رساله للعيبه اللي ما بتشمهاش، الراجل ده لما بيحتاجك ويكون عارف ان انت هتديه بتاخد في الملعب. رساله بقى لايمن اشرف ورامي ربيعه وحتى محمد محمود، مفيش مدرب هيكرهك او يحبك لله في لله. انت اللي في ايدك كل حاجه، في ايدك ان انت تتنجم وتبقى اساسي في الملعب وتطلع فوق، وفي ايدك ان انت يتدور لك على اعاره عشان تمشي. نتمنى ياسر ابراهيم وحسين الشحات يكملوا على كده، واتوقع في الكام يوم الجايين هتلاقي انباء عن تجديد عقد حسين الشحات، بعد ما كنا بنقول خلاص حسين الشحات يحق ليه التوقيع لاي نادي. النقطه اللي بعد كده وهي خاصه بالتسديد اللي كان غايب عن النادي الاهلي بقاله فتره كبيره جدا، ولكن النهارده هو اللي يفك طلاسم الماتش بتاع بيراميدز ويفتح السكه لجونين وراه. لازم تركز في التسديد، وان شاء الله ربنا هيكرمنا في الماتشات الجايه. اخر حاجه طبعا هي شكر الجماهير النادي الاهلي اللي راحت ورا الفريق. النهارده العدد كان كويس جدا جدا في الاستاد، والتشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه، واكيد هو كان كلمه السر ان النادي الاهلي يكسب النهارده وما يستقبلش اهداف. فشكرا ليهم من اول ما راحوا لحد ما خلصوا، وادينا حته لحمه، ادينا سندوتش. الافضل بالنسبه لي النهارده هو عمرو السوليه واليو ديانج اللي كان كاسحه الغام النهارده، ومحمد هاني اللي دفاعه وهجوم كان محترم جدا، نتمنى يثبت على كده. اما بالنسبه للاسوأ النهارده فكان محمد مجدي قفشه وبرونو سافيو وشادي حسين. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز بالثلاث نقط. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.